السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير صحة والعافية. اليوم راح أسوي وياكم كيكة الإسفنجية قياس 18 بدون محسن. اللي طلبتوها أكثر البنات يراسلوني يريدون الكيكة بدون محسن. اليوم سويتها، أنا قبل كنت مسويتها موجودة بالقناة فحبيت اليوم هم أعيدها لأن هواية بنات رادوها. المقادير اكتبها بصندوق الوصف باليوتيوب، ولا تنسون لايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل فيديو أنشرها جديد. نشوف المقادير وطريقة العمل. نحتاج كوب وربع من الطحين أنخلها، طحين الصفر، أنا استعمل طحين الفال كربلة. وهنا عندي ظرف بيكنج باودر 10 غرام أنخلها. وأحتاج نص كوب من النشا. النشا ينطي بياض للكيكة وينطيها شاشة. لازم ننخل المواد الجافة. هنا صارت عندي المواد الجافة أخليها بطرف. وأحتاج كاستين، عندي هنا 4 حبات من البيض، أفصل البياض عن الصفار. ضروري نفصلها بهاي الطريقة، كلش سهلة بنات ما يحتاج وقت. البيض أنا طلعتها من الثلاجة قبل الوقت، لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. وحبات البيض شوية كبار، إذا صغار استعملوا 5. وعندي هنا 3/4 الكوب من السكر أو كوب إلا ربع من السكر، ورشة من الملح أحتاج، وملعقة من خل أبيض أحتاج للبياض البيض. أول شي أحضر البيض. هنا أنا استعملت الخفاق الكهربائية، تقدرون تستعملون عجانة هم، بس بالإيد شوية يتعب ياخد وقت أكثر بالمضرب اليدوي. هنا خليت تقريبا أثناء الخلط تقريبا ملعقتين من السكر أو ربع كوب من السكر ويا البياض، والباقي السكر راح أضيفها ويا صفار البيض. وخليت رشة من الملح وملعقة خل أبيض على مود زفرة البيض وينطيها شاشة هم للكيك. وأظل أخلط بيها تقريبا، أنا ظليت أخلط بيها أول شي 5 دقائق، شفتها بعد يحتاج وبعد هم خلطتها دقيقتين. هاي ورا 5 دقائق قلبتها، شفتها يتحرك يعني يراد له بعد خلط. هم رجعت خلطتها أول شي بالسباتولا، ألم الأطراف وأرجع أخلطها بالمضرب الكهربائي دقيقتين، تقريبا 7 دقائق أو حسب نوعية الخفاقة. هنا صارت عندي جاهزة، من أقلب الكاسة ما يوقع. ضروري نسويها المرق بهاي التخن. صارت عندي جاهزة، وهسه راح أشتغل بالصفار البيض. وعندي هنا 4 حبات من الصفار البيض وظرف فانيلا 5 غرام بيها. الفانيلا أضيفها ويا الصفار حتى على مود زفرة البيض. وهنا أضفت باقي كمية من السكر، كل كمية السكر كوب إلا ربع. هنا أخلطها إلى أن يتغير لونها، يصير شوية فاتح ويذوب السكر. وعندي هنا ربع كوب من الزيت، هم أخلطها تقريبا دقيقة واحدة إلى أن يتجانس الزيت ويا باقي المواد. وعندي نص كوب من الحليب السائل، شوية دافي الحليب، هم أرجع أخلطها تقريبا دقيقة إلى أن يتجانس. وراح أضيف النكهة، طبعا النكهة حسب الرغبة، إذا موجود ضيفوها. أنا هنا أضفت ملعقة صغيرة من نكهة الفانيلا. وهنا أضفت نص كمية الطحين، أخلطها إلى أن تختفي وأرجع أضيف باقي كمية الطحين. هنا أضفت كل كمية الطحين، أخلطها إلى أن تختفي. هنا كملت الخلط، أشيل المضرب بعد ما أحتاجها، أشتغل بالسباتولا بعد. هنا ألم الأطراف، هاي قوام العجينة شوية بيتخن. هنا ضفت نص كمية المارينج أو البيض اللي خلطناها، أخلطها بهاي الطريقة، أشيل من أسفل إلى أعلى اتجاه واحد، أخلطها إلى أن تختفي، ومن تختفي راح أضيف باقي كمية. بنات هنا لازم تخلطونها على كيفكم، لا تستعجلوا، أنا هنا مسرع الفيديو. مشغلة الفرن قبل لا أشتغل بالكيكة، درجة حرارة 180، شغلتها من الأسفل ودخل الكيكة بالرف الوسط. هسه تشوفون بالفيديو أنا أول شي خليت الكيكة بالفرن الكهربائي، بس طفت الكهرباء فرجعت خليتها بالفرن الغازي. هم نفس الطريقة الغازي، هم نفس الطريقة شغلها من الأسفل ودرجة حرارة 180. وهنا عندي القالب بنات، أنا استعملت قالب قياس 20 لأن أريد الكيكة تكون ناصية، بس المقادير اللي استعملتها يعني قياسها 18.
دهنتها بشوية زيت، ملعقة كبيرة من الزيت ورشة خفيفة من الطحين، وخليت العجينة بالقالب دخلتها للفرن. هنا تقريبا ورا ساعة استوت الكيكة، شيكتها بالأعواد الخشبية الكيكة مستوية. أطفي الفرن أخليها نص القبض مفتوح تقريبا 10 دقايق، ما أطلعها راسا، إذا راسا أطلعها راح يهبط الكيك. ورا 10 دقايق أطلعها. وهنا طلعت الكيكة بعدها دافي، شوية أحركها وأقلبها بالشبكة أو أي شي موجودة عندكم بالبيت. هنا هاي ارتفاع الكيكة تقريبا 6 أصابع، لأن استعملت قالب قياس 20. إذا تستعملون قياس 18 يصير بعد أعلى. وهنا غلفتها بالكيس اللايلون بعدها كيكة دافية، خليتها للمجمدة تقريبا ساعة ونص. ورا ساعة ونص طلعتها، راح أقطعها وياكم تشوفونها هشاشة من الداخل. هاي القبض ما أحتاجها، ما أخليها بالكيكة لأن شوية عالية. والباقي سويتها 3 قطع لأن حشيها طبقتين. بنات كيكة بيضة وهشة مثل الكيكة الإسفنجية. هنا راح أحضر الكريمة، أحتاج كوبين من الكريم شانتي، أنا استعملت نوعية فيزون، وكوبين مي بارد. أخلطها بالخفاقة الكهربائية تقريبا 7 دقائق أو حسب نوعية الخفاقة، أو بالعجانة. أنا اليوم استعملت الخفاقة. كيكة كلش سهلة وما تاخد وقت. هنا صارت عندي طحين الكريمة تقريبا ورا 7 دقائق، هاي قوامها من أقلبها ما يوقع من الاسباتولا. وعندي هنا حبيبات من الشوكولاتة وكوب من الحليب، وعندي حشوة مال الشوكليت تقريبا أحتاج ملعقتين أو 3 ملعقة. هاي القطية الصغيرة، العلبة الصغيرة خذتها ب2.5. حشيت بيها كيكتين. بنات لا تكثروا الحشوة، من تكثرون الحشوة يصير حتى طعم الكيك مو طيبة، يصير حيل حلوة ودسمة يصير. فخلوا دائما كمية كلش قليلة. هنا خليت شوية كريمة حتى أثبت القاعدة الكيك، وخليت قطعة من الكيكة وأحشيها الكريمة والحشوة اللي خلطناها، وشوي حبيبات من الشوكولاتة، وأرجع أخلي طبقة ثانية من الكيك هم أسقيها بالحليب، وقطعة الأخيرة هم سقيتها بالحليب. وأخلي الكريمة اللي خبطنا وياها الحشوة هم خليها للكيكة. الطبقة الثانية هاني خليت نفس الحشوة، تقدرون تغيرون أي حشوة تحبون، تقدرون تخلون أو تخلون بس الكريمة هم عادي. وخليت شوي حبيبات من الشوكولاتة، وخليت قطعة الأخيرة من الكيكة، والقبض ما راح استعملها. وخلي كمية كلش كبيرة من الكريمة، أغلفها أول شي من الأعلى، بعدين الباقي أنزلها للأطراف. هنا التغليف حسب الرغبة بنات، الكريمة تسوونها خفيف ثخين حسب الرغبة. أنا مو كلش أخليها كمية، يعني تقريبا وسط. هنا عدلتها بالقاشطة، آخر شي أمشي عليها القاشطة. طبعا تغليف للبيت سويتها، مو يعني للبيع، فشلون ما كان يعني احتياطي بالبيت. هنا أخذت شوية كريمة خبطت وياها لون الأحمر الاقتصادي السائل. وعندي هنا فورمة الوردة والكيس الكريمة، خليت عليها هاي الكريمة اللي خبطناها الأحمر، راح أسوي وردة. هنا اشتغلت 3 وردات بالنص خليتها. طبعا تزيين حسب الرغبة، أنا سويتها للبيت يعني كيكة سريعة، تزيين بسيط سويتها. هنا أشيل الوردة بالمقص أخليها للكيك، بالنص خليتها. أي تزيين تحبون تقدرون تستعملون تشتغلون عادي. هنا باقي الكريمة اللي بقت عندي شوية خلطت وياها لون الأخضر الباودر، كمية كلش قليلة، رشة خفيفة يعني، خليت من الصبغة الأخضر. الباودر كانت عندي استعملتها. والكيس الكريمة خليتها على شكل 7، قصيتها بدون فورمة، يعني خليت الكريمة اللي حضرناها بالكيس أسوي بيها الورق بهاي الشكل. طبعا اضطريت أسرع الفيديو لأن الفيديو من تكون طويلة ما ينزل للتيك توك، أكثر من 10 دقائق ما ينزل، فسرعت الفيديو حتى أنزلها للتيك توك ولليوتيوب. وهنا الباقي الكريمة سويت بيه هاي الحزام البسيط. وعندي هنا تزيين بسيط مال فرماسيلو مال تزيين الكيك، اللون الأصفر الناعم أو الذهبي الناعم، خليت رشة خفيفة. وهاي الشكل النهائي للكيكة اليوم أو الوصفة اليوم. كيكة سهلة وبسيطة، جربوها بنات وألف عافية اللي يجربها. وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون لايك للفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل فيديو أنشرها جديد. انتظروني فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.